التليفون الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة وإدارة مستشفى ترى وإعادة التقرير. مساء الخير يا دكتور أكرم. اهلا وسهلا، مساء النور. الله يسلمك، ازي صحتك؟ الله يخليك يا دكتور أكرم. قول لي خلاص انتوا قررتوا نقل الرئيس مبارك، اللجنة قررت نقل الرئيس مبارك إلى سجن ترى؟ نقلنا للشعب المصري وللبرلمان المصري الواقع الحقيقي للحالة. فيعني في شهر 4 يعني الدكتور السباعي والمجموعة اللي معاه زاروا المستشفيين، مستشفى دمام ترى ومستشفى الثانية بتاعت المزرعة، وقال ان المستشفى جاهزة ومحتاجة حوالي شهر يتنقل فيها، والثانية محتاجة بعض الأجهزة، وما قالوش إعادة بناء ولا تشييد وكلام من ده. لكن وزارة الداخلية ما عجبهاش الرأي ورفعوا الأمر ثاني، وتم تشكيل مجموعة أخرى بقرار السيد النائب العام بتاريخ 18/5. هذه المجموعة الأخرى لم تنفذ ما طلبه منهم السيد النائب العام، لأن السيد النائب العام طلب منهم أن يزوروا المستشفيين، مستشفى دمام ترى ومستشفى مزرعة ترى، فزاروا فقط مستشفى مزرعة ترى ولم يزورا مستشفى دمام ترى اللي كانت جاهزة. فلما زار مستشفى مزرعة ترى قالوا أنها تحتاج إلى بعض التجهيزات، ولم يخبرها بأنها تحتاج إلى إعادة بناء وتشييد وهدم وغيره. ما رأيناه هناك أن في تباطؤ من وزارة الداخلية، أن فعلا أن مدة طويلة جدا من 18/5 لغاية هذا اليوم، والترسية العطا والعطا يوصل على مين، فض المظاريف إجراءات حكومية وحاجات بقى، يعني كأنك أنت مش عايش البلد، شايف إيه والجو السياسي العام اللي في البلد بيقول إيه. تباطؤ بطريقة شديدة جدا جدا، ويسلموا الراجل يعني خلصوا يوم 23/1/2012 اللي هو يعني افتتاح البرلمان، يعني يسلموا الراجل في الجلسات في افتتاح البرلمان، وده شيء يعني صعب جدا. قالوا والتقرير بتاع الزملاء المحترمين الدكاتره قالوا ان الكهرباء بتتقطع والموضوع. طب يا دكاتره ده كلام، هو في مستشفى في الدنيا ما يبقاش ليها مولد؟ ما فيش مستشفى بتاخد ترخيص. طب ايه طبيعه الاتهام اللي وجهتوه للواء منصور عيسى وزير الداخليه السابق؟ التباطؤ الشديد. التباطؤ ولا التواطؤ؟ الاثنين. التباطؤ والتواطؤ. لان عندك كان في تقرير موجود اصلا من الدكتور السباعي ومعه 2 من الدكاتره قالوا ان يتنقل في خلال شهر، وده اللي اعلنوا السيد النائب العام. طب هو المفروض النقل بيتم بقرار المحكمة ولا بقرار وزير الداخلية؟ 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و1. دكتور أكرم، المفروض النقل بيتم بقرار المحكمة ولا بقرار وزير الداخلية؟ لا زال هو حبس احتياطي، والحبس الاحتياطي ولاية النائب العام. ولاية النائب العام. فهو طبعا بيبان الكلام من وزارة الداخلية، لأن النائب العام في خطابات. طب انتوا التقرير بتاعكم أو التوصية بتاعتكم ما بين وزير الداخلية والسيد النائب العام. الخطاب موجود من وزير الداخلية بيقول ان المستشفى ما تنفعش، يعني المستشفى ما تنفعش لهذا السجين، يبقى ما بالنا بالسجناء الآخرين المرضى اللي أكثر من 20,000 سجين نسيبهم يموتوا؟ هو يعني دول مش برضه لهم يعني واجب رعايتهم ويعني جلب الحماية؟ طب دكتور أكرم، انتوا بتتوجهوا بالتوصية دي لمين؟ للمحكمة؟ دكتور أكرم، التوصية بتاعتكم انتوا بتتوجهوا بيها لمين؟ للمحكمة ولا للنائب العام ولا الوزير؟ يعني مين هينفذها او مدى تنفيذها؟ حد اتكلم معاكم؟ انتوا اتكلمتوا مع حد؟ احنا للاسف ان احنا خلصنا التقرير والمفروض يعرض على المجلس، لكن القلق اللي انت لسه جايبه في المجلس النهارده لم يعرض التقرير في القاعة العامة، فسيعرض في القاعة العامة وسيكون ملكا للبرلمان وملكا للشعب المصري. طيب، بمناسبة القلق اللي شفناه في البرلمان النهارده وانت حضرتك نائب قديم، عايز اسال حضرتك ما رايك في واقعة النائب زياد العليمي؟ هل انت شايف الامر يحتاج الى احالة للجنة القيم ام الامور، او انت شايف ان الاعتذار بتاعه كان كافي، ولا رؤية حضرتك ايه في هذا الامر؟ انا شايف ان انت في نائب في بورسعيد فتح له باب يعني التخلص من القضية، وقال له الموضوع يخلص الان، ولكن ما اعرفش، ما حدش نصح الاستاذ زياد ان لابد وكان واجب عليه ان يعتذر، لان عدم اعتذاره سيعرضه الى المساءلة ولجنة القيم. طب حد ممكن يقول لك ان الكلام ده هو عمله بره المجلس؟
ما هو بره المجلس اولا الحصانه الموجوده للنائب داخل البرلمان، الحصانه الموجوده للنائب داخل البرلمان، اما خارج البرلمان فلا يوجد للنائب حصانه في اتهامه لافراد اعينهم باشكال معينه وبطريقه محدده. لكن ما يبديه من رايه في اي موضوع فهو حر فيه، لا احد يحاسبه ولا يعاقبه. طب وانت شايف ان هو ابدى ده كان راي؟ نعم. انت شايف اللي ابدى ده كان راي؟ لا لا لا، ليس رأي. يعني الرأي له مواصفاته وله أساسه. انت شايف الموضوع ده رايح على فين كده يا دكتور الرأي أكرم؟ كما كنت أخبرك عن فلان وعلان الآن، هذا هو رأيي. كما أخبرك عن فلان وعلان النقل وعدم وكذا، ده رأيي. طيب انت شايف الموضوع ده رايح على فين بحكم خبرتك؟ كان يعني في كذا وأصفه بصفات ليست فيه، فهذا مخالفة. طيب انت شايف الموضوع ده رايح على فين كده بحكم خبرتك البرلمانية؟ أنا كنت أتمنى أن أخونا زياد يعتذر وتنتهي القضية ويبقى الموضوع خلص. يمكن حتى الحكومة لما يعني حدث منها خلل اعتذرت الحكومة. اعتذر. يعني برضه مهما كان. طب عدم اعتذاره هيودي الموضوع على فين يا دكتور أكرم؟ عدم اعتذار زياد؟ لجنة قيام. لجنة قيام. أشكرك الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب. طبعا النهارده